السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا في قناة لمسات بنت الوحة. رمضان كريم وربي يتقبل الصيام والقيام يا رب العالمين. وصفة اليوم رولي دجاج محشي بالفرماج، وصفة سهلة سريعة وبنينة، ننصحكم تجربوها ونروحوا مباشرة لطريقة التحضير ونقولوا بسم الله. في صحن حطيت دجاج مرحي حوالي زدر وشوية، ضفت له مقرف ملح ومقرف فلفل أسود ومقرف ثوم، كمية من المعدنوس، وضفت ثاني 2 ملاعق شابلور. انا حطيته باش يمتص لي هذيك السوائل في الدجاج ويحكم روحه. وانتم اذا كانت كمية الدجاج قليلة حطوا مقرف واحدة ومن بعدها خلطوا وشوفوا. هنايا ما استعملتش لي زيبيس ياسر لان راح نخدم بالمرقاز، نضيف له 2 حبات. كيما تعرفوا المرقاز بنين ومدوزن مليح، راح يزيد له بنة. كانت هذه هي كامل المكونات. نخلطوا الدجاج مليح باش يكون بنة واحدة. وهنا كما راكم تشوفوا راني نسوي فيه ونحاول ندير حفرة في الوسط. علاه هنايا راح نحط الومنيوم، نحط فيه فحمة في الوسط ورايحة نغطيه باش تقعد الريحة او الدخان تاع الفحم ثم في الطبسي، وهذاك الدجاج يشرب كامل هذيك الريحة وراح يجيكم كأنه مجمر على الفحم. خلوه لمدة 10 دقائق على الأقل. أما إذا كنتوا مزروبين فما كان لا ديروا هذه الخطوة، تقدروا تستغناو عليها. ونروحوا الخطوة اللي بعدها باش نلفوا الدجاج. هنايا حطيت لوحة راح نحط عليها الشحمة. هذه الشحمة اللي يستعملوها في الملفوف، دورها هنا أساسي. كيما راح تمدلو طراوة ولون دوغي في الوجه. اللي عندهم حساسية من الشحمة نقولكم مش راح تبان لأنه رايحة تذوب وتسيح كامل في الفرن. نروح نفرق عليها الدجاج ونمشيه ونحاول نسويه على نيفو واحد، ما تحلوهش رقيق، خلو عليه خشين هكذا باش كي ترولوه يجي البودة تاعكم يجي عالي ويجي مليح. وهنا راني نوريكم في الفرماج اللي خدمت به بربر، وانتم تقدروا تستعملوا اي فرماج مالفين تخدموا به. هنايا برك راه شويه مالح. هنايا نقولكم ما تكثروش الملح في الدجاج لانه المرقاز مالح والفرماج مالح. نروح نقطع الفرماج بالطول باش نحطه في الوسط كيما راكم تشوفوا، نستفوا هكذا بالطول ونلصقوا في بعضها وما نخليش فراغ بيناتهم باش كي تجوا تقطعوا من بعد ما تجيكمش وحده فيها فرماج ووحده ما فيهاش. وكاين اللي ما يديرش الفرماج، يدير في بلاصتو بيض مشرشم يستفهم في الوسط، شكله راح يجي مليح بصح راح يجي شويه ناشف، وكي ديروا الفرماج راح يعطيله طراوه للدجاج. وهنا بديت نرولي فيه، يعني راه طريقه سهله وبسيطه. وهذيك الشحمه اللي كنت مفرشتها راح تساعدني باش نلصق الدجاج في بعضها. رايحه الاطراف في بعضهم هنايا بلا ما استعملت البيض في لافاخس، راح يحكم روحه وحده. نحاول نغطي كامل البلايص اللي راه يبان منهم الفرماج ونسويه مليح، لانه اذا خليت بلاصه فيها فرماج باين راح يخرج لي في البلاك ندخله الفرن. ومن بعدها نلف عليه هذيك الشحمه، رايحه نلف قيس البوده فقط ونحي هذيك الشحمه الزايده. كيما قلت لكم راه دورها مهم، هنايا راح تحكمه وتخليه محافظ على شكل تاعو دائري، ورايحه تمدلو طراوه وتزيدلو فيه بنه تاع الشوا. حاولوا تسقموهم مليح خصوصا في الاطراف وتنحوا هذيك الشحمه الزايده. رايحه نحو انايا من اللوحه لانه جاني كبير، ونحاول برك نروليه شويه باش يجيني نفس العرض. كيما راكم تشوفوا جاني طويل ياسر، حطيته بهذه الوضعيه. وانتم اذا كان عندكم بلاص غير حاولوا تقسموه على 2 وتقطوا الاطراف برك مليح. درتو يطيب في الفرن في درجه حراره 200، كان تحمر لي وحده من الفوق ومن تحت بلا ما دورته. شوفوا هنايا راه الزيت تاع الشحمه كامل خرج لي في البلا، حتى الفرماج راه خرج لي شويه مع انه قطيته مليح. هنا راه سخون وبديت نقطع فيه. انا كنت قطعته شويه مائل، استعملوا موس تاع المنشا راح يساعدكم خير في التقطيع. يعني كنت قطعته تقريبا 2 دوا باش يجيكم الشكل الرول يجيكم مليح ويجيكم باين كي تحطوه في الطبسي. قطعوه بشويه باش ما يتفرتتش معاكم ويتحل. هنايا راه سخون، كنت لسه نحيته من الفور. شوفوا هنايا كيفاش راه الدخان تاعو طالع،
رايحه نكمل تقطيعه ونحطه في البلا اللي كنت حضرت ورافقتها معاه مرقه تاع زيتون. وانتم تقدروا ديروا اي حاجه معاه، ديروا مرقه تاع جلبانه او ماشطو او صوص بلونج بالشامبينيون. وهذا شكله في طبق التقديم. كما قلت لكم راها وصفه رائعه، جربوها ان شاء الله. وصلنا الى نهايه الفيديو. نقولكم اذا عجبتكم الوصفه ما تنسوش الاشتراك والجام، والى الملتقى.